العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال أمير المؤمنين في حديثه عن العلم. اسمعوا يا أخوتي، اسمعوا يا أخوة الإيمان، اسمعوا ماذا قال أمير المؤمنين. يقول عن ابن نباته قال أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزينة الأخلاء. يرفع الله به أقوام يجعلهم في الخير إما يقتدى بهم، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، ترقب الملائكة في خلتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم. لأن العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف. وينزل الله حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالس الأخيار في الدنيا والآخرة. بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الشقياء. اللهم صل على محمد وآل محمد.